عايز تنقل مستواك من المستوى ده لده وده وده، يبقى انت محتاج تدرس الرسم بشكل أكاديمي. أنا إسراء دفعة 2013 كلية تربية فنية، وبقالي تقريبا 7 سنين بدرس الرسم بشكل أكاديمي، كورس أساسيات الرسم وكمان كورس البورتريه. النهاردة احنا هنعمل تطبيق لعنصر أو للوحة هننفذ فيها الدروس اللي أخدناها في قائمة كورس أساسيات الرسم الأكاديمي هنا على القناة. القائمة دي أنا مش عاملاها عشان انت بس تتعلم، أنا عاملاها كمان تكون مرجع للطلبة بتوعي في الكورسات، بحيث ان هما لو حابين ان هما يشتغلوا سكتشات ولوحات ويأكدوا على الداتا اللي خدوها جوه الكورس يشتغلوا من القائمة دي. يعني من الآخر كده أنا حاطة فيها مجهود كبير عشان انت تستفاد، وانا كمان استفاد من استفادتك وسكتشاتك وتطبيقاتك. فطبعا هفكركم في اول الفيديو ان انتوا ترجعوا لي على انستجرام وتبعتولي التطبيقات اول ما تنفذوا السكتشز دي على انستجرام، عشان لو في اي تعديل او في اي اخطاء محتاجة ان نشتغل عليها ننبهكم ليه على طول. العنصر بتاعي سيمتري، وانا بحب دايما لو هرسم دايرة او كورة زي العنصر بتاعي من تحت كده او الفخارة دي، فانا هشتغلها زي ما انا عايزة. السكتش بتاعي اقدر الف السكتش اقلبه اعمل اللي انا عايزاه، المهم اني اطلع العنصر بتاعي بشكل كويس ومظبوط وايدي تكون مرتاحة وانا بشتغل. والله مسكت القلم كده شقلبت السكتش دي حاجة ترجعني انا بقى فنان واعمل اللي انا عايزه، فنان بوهيمي يفعل ما يحلو له. المهم مش هطول عليكم كتير، دي الطريقة اللي بنرسم بيها شكل سيمتري واستخدمتها كتير قوي في قائمة كورس أساسيات الرسم وكمان على القناة. طيب يا سراء انت ليه دايما بتعلمينا في كورس أساسيات الرسم ان احنا لازم نرسم ستيل لايف او طبيعة صامتة؟ بصوا يا جماعة، جسم الإنسان أو الحيوانات والحاجات دي سبحان الله أكتر تعقيد، في نسب تشريحية وطبقات وحاجات كتيرة قوي، عضلات وعظم لازم نعمل ليه دراسة عشان نقدر نرسمه. هو مش اهلا ازيك رسمت بورتريه خلصت، لا هو مش كده، هو محتاج دراسة عشان اوصل للبورتريه والحاجات الصعبة دي. طب ما انا بسطها على حالي الاول وارسم ستيل لايف بسيط وابدا ان انا اشتغل عليها. الستيل لايف ميزتها ان هي عبارة عن يا اما اشكال هندسية، يعني العنصر يا اما في شكل هندسي واحد زي مثلا الجزء اللي تحت من الفخارة دي شكل الكورة، والرقبة بتاعتها شكل الأسطوانة، والقاعدة بتاعتها من اتجاه نظرتي ليها أنا شكل بيضاوي، الترابيزة اللي محطوط عليها متوازي مستطيلات أو مستطيل. فالفكرة كلها إن أنا بسهل على نفسي لعناصر هندسية أو أشكال هندسية عشان أقدر أرسم العناصر بتاعتي في اللوحة. ده بيكون أسهل كتير قوي من إني أنطلق على البورتريه والفيجر أو أعمل دراسة لتشريح جسم الإنسان، ده بيكون أصعب. فالأحسن إني آخد خطوة بخطوة، أعمل دراسة هنا على الظل والنور على مساحات بالشكل ده، ولا أدخل على ملامح وش الإنسان بتفاصيلها وتعقيدها اللي هي أصلا فيها شعر وفيها ملمس للبشرة وتجاعيد وحواجب. ازاي طب ما أنا بسط على نفسي بعنصر زي ده، واحدة واحدة أدخل على الأقمشة، واحدة واحدة أدخل على الأخشاب، وأبدأ أطلع لكل طبيعة عنصر شكله الحقيقي جوه الرسم بتاعي. وبعدها أبدأ أدخل بقى على جلد الإنسان وبشرته ودماغه وعينه ورموشه والحاجات الجميلة دي كلها. بس أنا هكون سهلت على نفسي بأساسيات الرسم الأكاديمي أو بمعنى أصح بالستيل ده، بسطوا الدنيا عشان الدنيا تمشي كويسة معاكم وتسهل وتكون أحسن وألطف كتير. خلاص رسمنا العنصر بتاعنا، دلوقتي هنحوله من مجرد سكتش خطي بسيط لسكتش نوتان. السكتش النوتان شرحناه قبل كده، هو ان انا هعمل اللوحة بتاعتي هقسمها لظل ونور. يعني ايه ظل ونور؟ يعني مفيش تدرجات، الظل اسود او غامق والاضاءة اضاءة ابيض بلون الورق عادي جدا، بس من غير اي تدرجات، من غير اي غامق وفاتح، مفيش قيم لونية او قيم في الظل والنور هتحصل معايا خالص. يعني بما اني بشتغل بس رصاص دلوقتي مفيش قيم ظل والنور هتحصل معايا خالص. تمام، فانا دلوقتي هقسم الظل بتاعي مكان الظل ظل ومكان الضوء ضوء من غير اي نقلات بين الاضاءة والظل اللي موجودة على العنصر بتاعي. تمام، هو ده اللي انا عملته بمنتهى البساطة. القلم اللي انا بستخدمه دلوقتي سنه 3B، يعني مش درجة غامقة قوي ولا فاتحة. طيب بعد ما عملت النوتن وحددت اماكن الاضاءة
ابدا اشتغل على بلان بسيطه كده للهايلايت او الاضاءات بتاعتي والظلال بتاعتي. احدد كده بخطوط خفيفه قوي اماكن الاضاءه القويه او الهايلايت اللمعات اللي موجوده على العنصر واماكن التظليل الغامق. هبدا بالكور شادو وان هو اغمق حاجه موجوده عندي على العنصر بتاعي، ومنها هبدأ إن أنا أنتقل للفواتح لمكان الإضاءة وأرجع لورا لاتجاه الظل بتاعي اللي المفروض هيكون فيه الريفلكتد لايت اللي موجود على العنصر في اتجاه الظل. ركزوا كويس قوي فين بيكون موجود كل حاجة منهم عشان تكونوا عارفين. أنا استخدمت طريقة التهشير بس مش بخطوط حادة، يعني ما استخدمتش خطوط حادة، لا أنا دمجت الخطوط بتاعتي عشان أقدر أعبر قد إيه العنصر بتاعي أصلا ناعم. وهنتقل لدرجة أغمق. أنا هنا تقريبا استخدمت على ما أتذكر 7B، وأنا عادة بستخدم 7B أو 8B. أنا بحب دايما إن أنا أستخدم درجة غامقة وأوصل منها للدرجات الفواتح، يعني أمرن إيدي إن هي تعمل درجات كتير قوي بالقلم. إيدي وأعصاب إيدي ضغطتي على القلم هو ده اللي هيساعدني إن أنا أطلع درجات مختلفة من القلم بتاعي. فأنا دلوقتي استخدمت 7B. 7B بنتقل بيه من الكور شادو للظلال واتجاهات الإضاءة لفوق للأعلى، وكمان انعكاس الضوء اللي موجود على العنصر بتاعي من تحت. خطوطي دايما بحاول ان هي تكون في اتجاهات مختلفة او التهشير بتاعي يكون في اتجاهات مختلفة. ليه؟ لاني انا بحاول اعمله دمج ازاي؟ باني اغطي مسام الورقة بتاعتي. كل ما اغطي مسام الورقة بتاعتي كل ما بأكد على ان ده مكان ظل او بمعنى صح مكان غامق، فاللون بتاع الورقة بتاعتي ما بيكونش واضح، بيختفي كل ما امشي باتجاه مختلف عليه. لان مسامية الورقة لو ركزتوا ان الورق ليه مسام، لما كل ما بمشي في اتجاه مختلف على نفس المساحة بتبدأ ان هي تتغطى معايا خالص. تاني حاجة بستخدم القلم اوقات مائل واستخدم السن بتاعه كله، اوقات بخليه قائم على الورقة عشان أأكد على مسامية الورقة دي. جربوا كل التكنيكس دي اللي انا بشرحها لكم واللي انا بعملها في الفيديو عشان تتأكدوا وتعرفوا ازاي تطلعوا سكتشات بيرفكت يعني ريلاستيك او واقعية على قد ما تقدروا. مرة على مرة دراستكم على كل حاجة هتكون بيرفكت وهتقدروا تستخدموا ماتيريالز تانية كمان، يعني مثلا فحم غير الرصاص. متنسوش انا دايما بقول ان الرصاص عندي بيكون فيه شوية شمعية، فانا محتاجة ان انا حتى لو السن طويل بتاعي طويل انا محتاجة ان انا اعمله زي الصنفرة بتاعة القلم دي، فبصنفر القلم عليها عشان يرجع يديني لون اغمق اكتر تاني زي ما كان الاول. لما بينعم بحس ان درجته هديت زيادة. انعكاس الضوء ما كانش بس على العنصر بتاعي من تحت، حصل انعكاسة للضوء هنا بسيطة في اتجاه الإضاءة. أصلا ليه الإضاءة جاية عندي من فوق، بس حصل عندي انعكاس للضوء في اتجاه الشمال. ازاي؟ عشان أحس بالراوند اللفة اللي حصلت على عنصر بتاعي. الكورة بتاعتي لفت ازاي من اتجاه هنا الشمال اهو. هتلاقوا هنا في تظليل بسيط طالع بس ما بيوصلش لحافة او للاوتلاين بتاع العنصر بتاعي. ليه؟ ده نتيجة انعكاس الضوء بشكل لفة العنصر بتاعي. دايما كنا بنتكلم على انعكاس الضوء وكمان السوفت ايدجز بتحصل في العناصر اللي شكلها اسطواني او كروي، ان في راوند لفة لورا بتحصل عشان يحصل معايا التجسيم للعنصر ده.
لما عشان اوصل لمرحلة الفورم او احس بالجسم بتاعي مجسم، انا محتاجة ان انا اعمل العناصر دي من التظليل بتاعي. يعني بيكون في ظل غامق، وفي هايلايت، وفي ظل متدرج اللي هو واخد من الغامق قوي الفاتح، يعني في افتح فاتح وفي اغمق غامق، وفي كمان درجات بينهم. دي قيم الظل والنور. كل ما تتحقق معاك كل ما اتاكد قد ايه انت اتقنت وظبطت التظليل بتاعك بشكل كويس جدا. الناس بقى اللي اشتغلت خزف او تركز على العناصر بتاعتها قوي هتفهم ان الايد دي عبارة اصلا عن شكل اسطواني. الشكل الاسطواني ده هيبقى ليه برضو لفة للخلف. عشان احس بيها لازم برضو اعمل reflected light والكور شادو والشادو والهايلايتس والحاجات دي كلها عادي جدا كأنها عنصر لوحدها. فهبدأ دلوقتي اني اعمل الكور شادو اهو، وهبدأ اشتغل على الدرجات بتاعتي. اركز كويس قوي من المسطح والواخد شكل اسطواني او واخد جراوند كده قوس. في الايد عندي جزء مسطح وده هياخد خطوط بشكل مختلفة عن الباقيين، وهكذا. ركزوا على العنصر بتاعكم. هحاول اسيب لكم الصورة بتاعت الفيديو في الديسكريبشن بوكس، اللينك بتاعنا ان انتوا توصلوا لها وتشتغلوا عليها تاني مع الفيديو فالدنيا تكون اسهل معاكم. هنا بقى في نوع انت كده مختلف شوية، ان الفتحة دي في الايد هتنقلني للخلفية، هيبقى فيه هارد ايدج. الهارد ايدج دي هتنقلني للخلفية، هتبقى من الفواتح بتاعة الايد درجة لون العنصر بتاعي اصلا للغامق بتاع الخلفية على طول، محددة قوي واخدة اوت لاين واضح جوه العنصر بتاعي. امتى بقى ممكن تختفي الخلفية مع العنصر بتاعي؟ هنعرف دلوقتي، ودي اسمها اللوست ايدج. بس خلينا دلوقتي في الستبس دي عشان نعرف نعمل التكوين بتاعنا بشكل كويس. نيجي بقى لمرحلة الهارد ايدج. الهارد ايدج هنا هتحصل بين العنصر بتاعي في اتجاه الإضاءة للباك جراوند. النقلة القوية اللي هتحصل هنا عشان تساعدني اني ابرز العنصر وتجسيم العنصر بتاعي وافصله عن الباك جراوند بتاعته. هنا انا بشتغل على نقلة كبيرة بين الإضاءة القوية قوي اللي موجودة على العنصر ولونه والغامق بتاع الخلفية بتاعتي. في أماكن زي الجزء اللي تحت الفوهة ده هيحصل زي اللوست ايدج. اللوست ايدج هنا الحواف أو التحديدة أو النقلة هتكون تايهة شوية بين الظل اللي موجود على المكان تحت الفوهة هنا والغامق بتاع الباك جراوند. هيحصل زيها تاني تحت، هنشوفه دلوقتي حالا.
الهارد ايج مكملة معايا كمان مع الفوهة من فوق والهايلايتس اللي موجودة حواليه. مش ههتم كتير بالباك جراوند لان هو ده اللي كان هدفي الاساسي، ان هي تكون دراسة للعنصر نفسه. الباك جراوند مش هديها تفاصيل كتير، هحاول بس اركز على ان في غامق وفاتح او اضاءة موجودة في الباك جراوند بتاعتي، وامتى هيحصل معاها لوست ايج مع العنصر بتاعي بس. لكن مش هأكد كتير على الباك جراوند في تفاصيل اكتر من كده. طيب هنا كمان حصل لوست ايج. اللوست ايج حصلت هنا في القاعدة بتاعة العنصر بتاعي والظل اللي بتاعه اللي موجود على الارض اللي واقف عليه، ان في اماكن او في تحديد اوتلاين نفسه للقاعدة بتاعتي مش واضح بسبب ان هو واخد ظلال غامقة او ظل مع الظل بتاع العنصر بتاعي نفسه على الارض. هنا بقى اللو ستيج اللي قلت لكم عليها مع الظل اللي موجود على العنصر تاهت معاه الظلال اللي موجود على الارض اللي واقف عليها. فهي دي اللو ستيج، ان انا ما في حته كده ما بقاش قادر افصل العنصر عن الخلفيه بتاعته. ركزوا كده في كل التفاصيل دي، افهموا عنها اكتر، طبقوا الخطوات، وما تنسوش تبعتولي على انستجرام. يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. اشوفكم على خير يا فنانين، يومكم كله فن وسعاده.